ونص من الكافيه سهل قوي ان يوصل بولاق الدكرور في الميعاد ده. المهم يقرر رجال الامن انهم يتحركوا على بولاق الدكرور ويروحوا على عنوان العماره اللي تحت الانشاء اللي هناك على امل انهم يلاقوا اي شاهد يكون شاف المهندس يوسف. ولما يوصلوا يلاقوها عماره 9 ادوار، 3 منهم بس ساكنين والباقي تحت الانشاء. ولما بدا رجال الامن في مناقشه السكان، واحد من السكان لما شاف صوره المهندس يوسف قال لهم انه تقريبا شاف الراجل ده وكان معاه 2 كمان. واحد منهم يبقى ابن صاحب العماره وقال لهم انهم جايين اليوم ده علشان يركبوا الاسانسير اللي في العماره. ولما الساكن يشوف صوره تامر يقول لهم انه مش متاكد هل هو ده الشخص اللي كان معاهم ولا لا، بس ابن صاحب العماره هو يعرفه كويس ويطلع اسمه محمد وشغال مقاول وعنده شركه في منطقه 6 اكتوبر. ومحمد ده والده يمتلك جزء من العماره، فيتعمل تحريات امنيه عن محمد. ويعرف رجال الامن انه اصلا من سوهاج بس مستقر في الجيزه بقاله فتره طويله، وانه على علاقه بالمهندس يوسف من مده اكتر من 2 سنين. بس التحريات الامنيه بتقول ان في واحد من الشهود شاف محمد راكب عربيه المهندس يوسف بعد الاختفاء بيوم، فيتم استدعاء محمد ويتم استدعاء تامر. وبرضه بكل هدوء تامر ياكد لرجال الامن انه ما راحش اصلا بولاق الدكرور، ومحمد ياكد لرجال الامن انه اصلا اشترى عربيه المهندس يوسف ومعاه عقد البيع، وبالصدفه اشترى العربيه منه قبل الاختفاء بيوم. ومحمد وتامر في التحقيقات كان عندهم كميه برود وثبات انفعالي مش طبيعي، واكدوا لرجال الامن ان علاقتهم بالمهندس يوسف قويه جدا وما عندهمش اي سبب يخليهم ياذوا المهندس يوسف. ومحمد ياكد لرجال الامن انه شغال مع الراجل بقاله اكتر من 2 سنين، وان العلاقه بينهم كويسه جدا ومفيش بينهم اي مشاكل. وتامر يصر على نفس الكلام انه ما شافش المهندس يوسف وانه ما راحش اصلا بولاق الدكرور. وطبعا تامر ما كانش عارف ان محمد موجود في الاوضه اللي جنبه وبيتم التحقيق معاه. وساعتها محمد يقول كلام تاني عكس اللي قاله تامر. محمد قال لرجال الامن انه فعلا قابل المهندس يوسف في بولاق الدكرور عند العماره بتاعت والده، وان كان معاهم تامر، بس بعد ما خلصوا المعاينه المهندس يوسف مشي وما يعرفش راح فين. وهنا يفهم رجال الامن ان تامر ومحمد ليهم علاقه باللي حصل، بس الواضح قوي ان تامر اصعب من محمد بكتير، وعلشان كده يركزوا مع محمد قوي ويبداوا يواجهوه بكل المعلومات، تحديدا لما عرفوا ان عقد بيع العربيه طلع مزور. فيعترف محمد بكل حاجه ويحكي لرجال الامن اللي حصل. من حوالي 3 شهور تامر عرض على المهندس يوسف فيلا كويسه جدا في الشيخ زايد، بس الفيلا دي كان عليها شويه مشاكل في اوراقها الرسميه، والمهندس يوسف وعده انه هيخلص المشاكل دي وطبعا بطريقه رسميه، وان بعد كده هيبيع له الفيلا وهيكون نصيب تامر فيها 200,000 جنيه. لكن لما اتباعت الفيلا والورق بتاعها خلص، المهندس يوسف طمع في المبلغ الاكبر وادى ساعتها لتامر مبلغ اقل بكتير من اللي اتفقوا عليه. وتامر لانه عارف ان علاقه المهندس يوسف بمحمد قويه جدا فطلب انه ال3 يقعدوا في الكافيه وان محمد يحكم بينهم بالعدل. محمد لما وصل وسمع اللي حصل اتهم تامر بالطمع وقال له ان لولا اللي عمله المهندس يوسف الفيلا دي ما كانتش اتباعت. وبعد ما مشي المهندس يوسف تامر ومحمد قعدوا مع بعض، ومحمد وعده انه هيجيب له حقه بس يصبر عليه شويه، وده لان محمد حصل معاه قبل كده الموقف ده. كان